عارف إن فنجان الشاي اللي بتشربه كل يوم ليه حكاية كبيرة بدأت من آلاف السنين؟ طب إيه اللي خلى ورقة شجر صغيرة تتحول لأكتر مشروب شعبي في العالم؟ الشاي دلوقتي بقى جزء من يومنا العادي، ممكن تشربه في الصبح عشان تصحصح أو بعد يوم طويل عشان تهدى أعصابك، لكن قصة الشاي طويلة ومليانة حكايات. بدأت من الصين وانتشرت في كل حتة في العالم، فتعالوا نرجع ورا في الزمن ونعرف إزاي ورقة صغيرة بقت مشروب عالمي. بداية الشاي في الصين. قصة الشاي بدأت في الصين من أكتر من 5000 سنة. الأسطورة بتقول إن الإمبراطور الصيني شين نونج كان قاعد في الحديقة وجنبه حلة مية بتغلي، وفجأة هبت ريح ووقعت ورقة شاي في المية المغلية. الإمبراطور حب طعم المية اللي اتغير، ومن ساعتها الشاي بقى مشروب مفضل عند الصينيين. في الصين الشاي كان ليه معاني كتير، مش بس كان مشروب منعش، لكن كمان كان مرتبط بالتأمل والروحانية. وبمرور الوقت الشاي بقى جزء من الثقافة الصينية ومهم جدا في الحياة اليومية. في القرن التاسع الميلادي الشاي بدأ يسافر لليابان عن طريق الرهبان البوذيين اللي كانوا بيتعلموا في الصين. في اليابان الشاي بقى جزء من طقوس دينية برضه وثقافية، واتعملت حاجة اسمها حفل الشاي اللي بيعبر عن الهدوء والتأمل. لحد دلوقتي الحفل ده بيعتبر جزء من الثقافة اليابانية. في القرن الستاشر التجار البرتغاليين والهولنديين جابوا الشاي لأوروبا لأول مرة. كان وقتها الشاي حاجة جديدة وغالية جدا، وكانت الطبقات الراقية هي اللي بتشربه. لكن بعد شوية الشاي بقى منتشر أكتر في بريطانيا، والناس بدأت تشربه بشكل يومي، لدرجة إن الشاي بقى مرتبط جدا بالبريطانيين. واتعملت عادة شاي العصر اللي معروفة في إنجلترا لحد النهاردة. مش بس كده، الشاي كان ليه دور في أحداث تاريخية زي الثورة الأمريكية. في سنة 1773 حصلت حاجة اسمها حفلة شاي بوسطن، لما المستعمرين الأمريكان اعترضوا على الضرائب اللي كانت بريطانيا حطها على الشاي، فراحوا رموا كميات كبيرة من الشاي في البحر احتجاجا على الوضع ده. وده كان واحد من الأسباب اللي أدت لاندلاع الثورة الأمريكية. في العالم العربي الشاي بقى جزء من تقاليد الضيافة في بلاد زي مصر والمغرب. في المغرب عندهم الشاي بالنعناع اللي بيتقدم للضيوف كرمز للضيافة والاحترام. وفي مصر الشاي بيعتبر المشروب الرسمي للشعب، بيتشرب في كل وقت ومع كل وجبة، سواء كان شاي كشري أو شاي باللبن. دلوقتي الشاي بقى المشروب التاني الأكثر شعبية في العالم بعد المية. كل بلد ليها طريقتها في تحضير الشاي، وكل نوع من الشاي له حكاية وطعم مميز، سواء كان أخضر أو أسود أو أبيض أو أحمر أو حتى شاي بالأعشاب. فالشاي بقى مش بس مشروب، لكنه كمان جزء من ثقافة الشعوب، من ورقة صغيرة وقعت في مياه مغلية لحد ما بقى جزء من حياتنا اليومية. الشاي ليه تاريخ طويل ومليان حكايات، ومهما كانت طريقة شربك للشاي انت بتكمل قصة بدأت من آلاف السنين. قولوا لنا في الكومنتات بتحبوا تشربوا الشاي ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وخليك متابع عشان تشوف حكايات تانية عن حاجات بنشوفها كل يوم. شكرا، سلام.